السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل النهارده كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان طعمها حلو قوي يعجبكم ان شاء الله. شايفين هي كمان طالعة طرية من جوه وجميلة ازاي. يلا بينا كده نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة معايا كيلو لحمة مفرومة، واللحمة دي مش حمرا صافي لان لحمة الكفتة لازم يكون فيها نسبة من الدهون. انت بتقولي للجزار وهو بيبقى عارف هيحط لك ايه قد ايه دهون فيها. ومعايا 3 بصلات كبار زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا حزمة بقدونس واخده الورق بس من تحت، ومعايا طماطمايه صغيره. هبشر البصل وارجع لكم تاني. بشرت بقى كميه البصل بتاعتي وعليها طماطمايه صغيره مش كبيره. هصفيهم بقى ايه من الميه. صفيت بقى البصل من الميه بتاعته، هركن الميه دي اصبع بيها الكفته، واللي هيفيد انا بحطه في كيس واحطه في الفريزر. بتبل بيه بانيه، بتبل بيه فراخ، يعني مش برميه. واضيف بقى البصل بتاعي على الكفته بالشكل ده كده، واضيف بقدونس، واضيف 3 معالق كبار من البقسماط الناعم. وعليهم معلقتين من النشا. النشا هتمسك لي الكفته، مش هتخليها تفك ومش هتبان فيها ولا حاجه. معلقتين كبار بالشكل ده كده على الكيلو. هضيف بقى معلقتين كبار من خلطه الكفته الجاهزه دي بجيبها من عند اي عطار. ضيف معلقتين كبار بالشكل ده كده برضو ملالين، وعلى فكره الكيس معلقتين اهو، ده معلقتين كبار. بس هزوده بقى بمعلقه فلفل اسمر، ومعلقه توابل لحمه. وللي بيحب القرفه بحط ايه معلقه صغيره بالشكل ده كده قرفه ناعمه. ما بتحبش القرفه تقدري تستغني عنها. هضيف بقى معلقتين صغيرين من الملح، بالشكل ده كده اهو. وهعجن كل ده بقى كويس. هعجنها بقى كويس قوي بقى بايدي. لو حابه تاخدي كل ده وتضربيه في الكبه تديها وش في الكبه بالتوابل بتاعتها اعملي كده، مش حابه براحتك، بس انا هعملها بايدي كده اسرع يعني. اضيعها بس كده في طبق واسع عشان ايه اعرف اقلبها كويس. عجنتها بقى حوالي 5 دقايق، بس انا جريت الحته دي عشان خاطر ايه مطولش عليكم وانا بعجن فيها. لازم تعجنها كويس قوي لحد ما بتلاقي الشعيرات بتاع اللحمه بانت بالشكل ده كده اهو. كده بقى تضمني ان الكفته ايه ما تفكش معاكي، لان الشعيرات دي هي اللي بتبقى ماسكه الكفته زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. احطها بقى في التلاجة ترتاح حوالي ساعه او ساعتين.
بعد ما سبتها ارتاحت بقى ساعة في التلاجة، هصبها المية بتاعة البصل دي، هحط فيها معلقة من الملح، معلقة صغيرة بالشكل ده كده، وهحط لها ايه معلقة صغيرة من توابل اللحمة. سبتها بقى ارتاحت ساعة في التلاجة وطلعتها هصبعها. لو حابة تستغنى عن الخطوة دي براحتك، بس بصراحة هي لما بتسيبيها ترتاح بتشرب من البصل ومن التتبيلة ويبقى طعمها حلو قوي. هجيب بقى عصاية من عصاية الشيش طاووق الطويلة دي، هبل ايدي بصل من مية البصل كده، وهبل برضو ايه عصاية الشيش طاووق، وهبدأ اصبع بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ببل ايدي من ميه البصل يا دوبك ببل بس ايه طراطيف صوابعي كده بس اهو، وبعمل كده عشان خاطر برضو الكفته ايه ما تشربش مني ميه كتير وتفك. انا رصيتهم على الشوايه عشان اسويهم على الفحم. لو انت حابه ترصهم في صينيه وتدخلهم فرن البوتاجاز تسووها في فرن البوتاجاز براحتك، ولو حابه تسويها في فرن البوتاجاز بترصيهم في صينيه من غير اي ماده دهنيه خالص وبتدخلوهم فرن البوتاجاز. بس لازم تكون مسخنه الفرن قبلها، وهي الكفته كده كده بتنزل الدهون بتاعتها وبتستوي منها فيها.